من جد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية الأسبوعية ضمن برنامج عطر الصباح. اليوم رح نتحدث عن متلازمة هامة صعبة ونادرة، وهي متلازمة سرقة الشريان تحت الترقوة. للحديث حول هذا المرض معنا الدكتور محمد شندي، اختصاصي بأمراض وجراحة الأوعية الدموية والتداخلية. يسعد صباحك دكتور محمد. يسعد صباحك وصباح مستمعينا الاعزاء على اذاعه بوير اف ام. اهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور، وشكرا لانضمامك معنا للحديث حول هذه المتلازمة الهامة وهي سرقة الشريان تحت الترقوة. بداية دكتور محمد، نسألك عن الحالة التي عالجتها مؤخرا لسيدة ستينية العمر، حيث تم إجراء عملية لها بعد التشخيص بهذه المتلازمة. لو تطلعنا والمتابعين حول تفاصيل هذه العملية، كيف تمت وكيف صارت؟ تفضل. الله يعطيك العافيه. الله اول شيء بسم يعافيك. الله الرحمن الرحيم. المريضه عمرها 60 سنه، عندها سوابق قسطره قلبيه، عامله شبكات بالقلب، عم تاخذ حب مميع، عم تاخذ ادويه خافضه للشحوم، عندها سوابق داء سكري وعم تتعالج، وحسب قصه المريضه انه السكري عندها مضبوط. نعم. تمام. المريضه صارت من 4 شهور صارت تشتكي من نوبات ثقل اللسان وخضران بنصف الوجه. بس هاي كانت شكايتها الاساسيه. واحيانا كان في عندها اعراض بالطرف العلوي اليسار، مثل البروده، الالم، حس خضر ونمل بايدها اليسار. نعم. بصراحه المريضه هي وقتها ما رجعت طبيب جراحه اوعيه، كانت عم تتعالج عند طبيب جراحه عظميه مشان ايدها. نعم. تعالجت على هالاساس بمسكنات وادويه التهاب، على اساس انه هي التهاب اوتار بالكتف. وبسبب شكايتها بانه بتقل اللسان صارت تراجع طبيب داخليه عصبيه. نعم. وبصراحه اول شيء طبيب الداخليه العصبيه شك بانه يكون هاي النوبه صرعيه، عمل لها استقصاءات، تحاليل، تخطيط للدماغ، طلعت الاستقصاءات كلها سلبيه، يعني نفى عند هذا الشيء. بعد فتره رجعت عم تتكرر معها هاي النوبات. وقتها طبيب الداخليه العصبيه شك انه تكون اما نوبه دماغيه، جلطه دماغيه نحن بنسميها سي في اي، او نعم. تكون نوبه اخباريه عابره، يعني نوبات نقص ترويه بالدماغ عابر. نعم. وقتها عمل لها طبقي للدماغ، رنين للدماغ، الحمد لله ما طلع في عندها بؤر استشائيه، يعني ما عندنا اي شريان من شرايين الدماغ مسكر، والترويه عم توصل للدماغ بشكل طبيعي بشكل عام. ومرات عم يصير في عندها نقص ترويه. بعد هاي الاستقصاءات طلب استشاره داخليه قلبيه واستشاره جراحه اوعيه. طلب استشاره الداخليه القلبيه مشان يبحث عن مصدر مطلق للصمات، نحن بنسميه انه لا سمح الله يكون في عندنا خثره بالقلب عم تطلع خثرات صغيره للدماغ عم تسبب لها هاي النوبات بشكل نوبي. وبصراحة طبيب القلبية كمان عمل ايكو للقلب، وظيفة القلب كانت كثير كويسة، تحاليلها كانت كثير كويسة، نفى اي سبب قلبي بهاي المشكلة. وهون بصراحة طلبوني عليها استشارة. بالقصة المرضية قدرنا نربط بين شكايتها بالطرف العلوي اليسار مع النوبات النقص التروية الدماغية. المريضة صارت تقول انه انا لما عم حرك ايدي كثير عم تصير مثل النوبات هاي نقص التروية. تمام. ايه. وبالاستجواب الدقيق يعني بصراحه كانت في معلومه كثير هامه وكثير حلوه. المريضه هي خبرتنا. سالتها انه اذا في عندك فرق ضغط بالطرفين العلويين، يعني قياس الضغط عندك بايديك الثنتين نفس الشيء. المريضه حكت انه والله مره من المرات ابني قاس لي الضغط بالايدين الثنتين، قال لي انه في بايدي اليسار الضغط اقل بنسبه 3 4 درجات. تمام. وهذا الشيء خلانا نشك اكثر انه يكون في عندنا هاي المتلازمه. في في سرقة شريان تحت الترقوة نتيجة ضغط، اختلاف الضغط بين الذراعين. يعني عليك في عندها شريان تحت الترقوة المسؤول عن تروية الايد اليسار متضيق تضيق شديد، وبالتالي الضغط بهاي الايد اليسار كانت اقل، كان ضغطها بالايد اليسار 8، بايد اليمين 12. دكتور، العملية تمت تمام؟ بنجاح. المريضة الحمد لله. يعطيكم ألف عافية. دكتور، تحدثت عن إجراءات كتيرة، فحوصات كتيرة لحين التأكد من المرض. لماذا هذا المرض صعب التشخيص لهذا الحد؟ هل يأتي من تشابه أعراض هذا المرض مع أمراض أخرى؟ لماذا كل هذه الصعوبة في التشخيص؟ والله لانه صعوبه التشخيص، لانه النوبات النقص الترويه الدماغيه المرضى بيتابعوا مع طبيب الداخليه العصبيه، وصعب هو يشك انه يكون في عندنا مشكله وعائيه بالشريان تحت الترقوه اللي يسبب لها هاي الشغلات. وايد اليسار يعني شكايتها كانت مثل الالام العصبيه بايدها، وهي فعليا كانت الام نقص ترويه بالايد. تمام. وهون كمان اختلط على الاطباء.
مم. دكتور، نستفيد من وجودك ونتناول هذا الموضوع المهم، هذه المتلازمة سرقة الشريان تحت الترقوة، لو تعرفها للمتابعين بشكل مبسط، ولماذا تسمى بالسرقة أو تمام. توصف؟ هلا مم. تروية الدماغ بشكل أساسي من كل نصف كرة مخية مم. بيتألف من شريان السباتي الباطن وشريان الفقاري. نعم. شريان سباتي الباطن هذا بينشأ أساسي من الشرايين الأساسية اللي بالعنق وبيروي الدماغ. نعم. الشريان الفقاري مم. هون عندنا شغلة كتير مهمة، إنه بينشأ من الشريان تحت الترقوة. الشريان تحت الترقوة مم. هو الشريان المسؤول عن تروية الإيد. نعم. يعني بالدماغ، مم. بكل نصف الدماغ في عندنا شريانين بيغذي الدماغ. شريان منهم ينشأ من الشرايين الأساسية اللي بالعنق، مم. وشريان ثاني بينشأ من الشريان تحت الترقوة اللي المسؤول عن تروية الإيد. نعم. وبالتالي مم. وبالتالي لما يكون في عندنا مشكله بالشريان تحت الترقوه من مم. منشأه قبل ما يعطينا الشريان الفقاري، مم. هو بشكل اساسي الشريان الفقاري لازم ياخذ الترويه من الايد للدماغ. هاي نعم. الحاله الطبيعيه. نعم. بس لما بالشريان تحت الترقوه من منشأه مم. بيكون فيه مشكله، بيكون فيه انسداد، هون بيضطر الايد بده ترويه، أها. العضلات راح تتحرك، بدها أها. غذاء، بدها دم، وبالتالي تضطر تسرق من الشريان الفقاري من الدماغ تاخذها للايد. وبالتالي وبالتالي نقص بتسبب لنا هاي الاعراض. نقص كمية الدم التي يجب أن تصل للدماغ نتيجة هذه السرقة وانعكاسها على الذراع. بالضبط بالضبط. آه. الايد يعني فعليا الايد عم تسرق الترويه من تروية الدماغ. الدماغ، عمليا عم تسرق تروية الدماغ، ولهذا تسمى بسرقة شريان تحت الترقوة. دكتور، ما الأسباب التي تؤدي لتضييق أو انسداد هذا الشريان؟ والله عند هاي المريضه في عندنا اكثر من سبب واضح. هلا بشكل اساسي هي مريضه داء عصيدي. داء عصيدي يعني مريضه شرايينها كلها فيها عصائد. أها. تمام. وتقدم بالعمر، مريضه سكري، مريضه نقص مم. ترويه قلبيه. مم. هاي الاسباب كلها مع بعضها بتسبب لنا تضيقات بالشرايين. هي عوامل خطر ولا أسباب دكتور؟ هلا السبب الاساسي هو بيكون وراثي. أها. بالشرايين الداء العصيدي بالشرايين السبب الاساسي بيكون وراثي هذا صراحه. النوع دكتور، والأس... قصدك هذا النوع هو وراثي وليس كل الأنواع؟ وراثي بشكل مم. اساسي. والعوامل المؤهبه اللي بتزيد هاي الحاله هو الضغط، السكري، الدخان، ارتفاع الشحوم والكوليسترول. أها. التغذية السلبية ممكن مم. تأثر في هذه الحالة. هي نعم. دكتور، إذا تحدثت عن عوامل ممكن تسبب أو تؤدي لحدوث تضييق أو انسداد في هذا الشريان، ولكن الأسباب أخرى، ألا توجد أسباب أخرى ممكن أسباب لها علاقة بالجسم إلى جانب هذه العوامل التي أشرت إليها؟ هلا بصراحة الحياة اللي نحن بنسميها الحياة الكسولة، الحياة اللي ما فيها نشاط رياضي، كمان بتؤدي مثل هيك الأسباب. التغذية السيئة، التغذية المليئة بالشحوم، كمان هم. بتؤدي لنا لهيك أسباب. هم. دكتور، لنبسطها والأسباب الأساسية للمتابعين، اللي ذكرناها. لنبسطها للمتابعين، هو نتيجة تراكم الشحومات بتسبب هذه المشكلة، يعني ممكن تمام. هي الكوليسترول. بتترسب أملاح الكالسيوم، مم. الشحومات وأملاح الكلس مم. ببطانة الشرايين، وبتتضيق شوي شوي لحتى بيوصل لمرحلة الانسداد التام. أها. شو هن الأعراض دكتور؟ هناك العديد من الأعراض المختلفة لهذه المتلازمة، نتناولها معك. هلا اي شريان بيتسكر، الشريان هو المسؤول عن يوصل كميه دم كافيه لاي عضو، مم. وبالتالي بيعطيه حراره بشكل طبيعي. اي شريان بيضيق او بيتسكر بنلاقي بروده بالطرف، بنلاقي الم، مم. والاخص بيكون الم شديد، الم اخفاري، والالم بيكون على الجهد، بيزداد اكثر على الجهد، نعم. لانه اثناء الجهد العضلات بدها دم اكثر. ولما مم. بيكون في عندنا شريان مضيق بيكون كميه الدم فيها قليله، وبالتالي بيصير في الم، نعم. بروده، ممكن يصير في عندنا حس خضر ونمل. مم. هاي الاعراض الاساسيه اللي بالايد اللي كان لازم يوجهنا لهاي المتلازمه. فيما يتعلق باليد، الأعراض الأخرى دكتور، ممكن يكون في دوخة، إغماء، ألا توجد أعراض أخرى أم تختلف هذه الأعراض والاعراض وفقا العصبيه للحالة، يعني وفقا لصعوبة الحالة ممكن أو درجة التعقيد بالموضوع؟ هي بالمتلازمه تبعنا الاعراض تبعنا هي بشكل اساسي اعراض عصبيه. هم. اذا توجهت صح، يعني هي اشتغلت صح، راحت عند طبيب داخلي العصبيه هم. لتستقصي عن سبب هاي الاعراض العصبيه، نعم. اعراض اللي كانت نوب تقلسان، هم. خضران، هم. دوخه بشكل اساسي، هم. تشوش بالرؤيه كان عند المريضه. هم. كلها اعراض عصبيه كانت. دكتور، طرق التشخيص والإجراءات التي يتم اتباعها هل تختلف، وما هي؟ وكيف يتم متابعة العلاج؟ وأيضا هل طرق العلاج هون تختلف وفقا لكل حالة؟ تفضل.
الطرق العلاج بتختلف. بهيك حالات اول استقصاء نحن بنسويه هو ايكو دوبلر للاوعيه السباتيه لاي مريض بيصير عنده نوبه دماغيه سواء كانت عابره او جلطه نظاميه. اي مريض بيصير عنده نوبه دماغيه نحن بنعمل لهم ايكو لاوعيه العنق. بنتحرى عن هيك حالات انه في عندنا شريان متضيق لا سمح الله، في عندنا سبب وعائي بسبب لها هاي الاعراض العصبيه. بعد الايكو دوبلر لما بنشك انه في شريان متضيق لا سمح الله او يكون في عندنا آفة بالاوعيه دم، وقتها في استقصاء ثاني اسمه طبقي محوري مع حقن للاوعيه. نحن لهي المريضه هيك اشتغلنا معها، عملنا لها ايكو، لقينا في الشريان الفقاري بدل ما عم يطلع الدم من العنق للدماغ كان عم يرجع الدم برجوع. بالايكو تبين معنا هذا الشيء. وقتها عملنا لها طبقي محوري للاوعيه، تاكدنا من الآفة، مسافه الانسداد شقد طولها شقد نسبتها بالضبط، مشان على اساسا نحدد العلاج. بهيك حالات الشرايين اللي بالعنق هو تشريحيا منطقه كثير صعبه، التدخل الجراحي عليها كثير صعب وفي كثير مخاطر. ولكن هن انتم يعني كنتم مضطرين للرجوع للجراحه في هذه الحاله. ايه تمام، نحن اضطرينا للاصلاح الوعائي، بس الجراحيا كانت الخطوره كثير عاليه، فيها خطوره على الحياه، فيها خطوره على قلبيه، فيها خطوره عصبيه. نحن عملنا لها تخدير موضعي، عملنا لها اجراء داخل وعائي، نحن بنسميه توسيع داخل وعائي، وسعنا هذا الشريان بشبكه. هناك مصطلحات يعني يتم التعامل معها في حالة علاج الجراحات التي تتعلق سواء بالقلب أو بهذه الجراحات، بيقولوا مثلا ركب بالون أو عمل قسطرة أو عمل إجراء آخر. هل دائما يعني الحالة الجراحية هي آخر العلاجات التي تلتجئون إليها دكتور؟ هي آخر العلاجات؟ والله بشكل أساسي أي إصلاح وعائي بيعتمد بشكل أساسي على شكاية المريض. الشكايات الخفيفة المحمولة علاجها دوائي بشكل أساسي بالمميعات وخافضات الشحوم بداية، مشان نثبت هاي العصائد على الجدار، ما عاد نخلي الشريان يتضيق أكثر من هيك. الخطوة الثانية لما المريض بيكون في أعراض هامة، في خطورة على الحياة، في شيء مهم يعني عم يصير، هذا تضيق عم يسبب لنا شيء يعرقل حياة المريض، وقتها نحن بنضطر للإصلاح. الإصلاح بشكل أساسي إما بيكون جراحي، وصلات شريانية يعني قبل منطقة الانسداد لبعد منطقة الانسداد، أو بنفوت بقسطرة بالإصلاحات الداخل الوعائية، بنوسع الشريان بالون، ممكن يتوسع معنا وممكن يرجع يتضيق. إذا نفخنا نفخة بالون ما توسع بنضطر وقتها نحط شبكة. الشبكة بتكون دائمة وبتعطينا جريان طبيعي للشريان. دكتور، عادة كم من الوقت يستغرق التعافي من هذا العلاج؟ هل بمجرد إجراء العملية تتم الأمور نحو الأفضل بسرعة، أم يتطلب وقت يعني، أم تختلف وفقا لنوعية العلاج؟ بالحالات الداخل الوعائية بالشبكات النتيجة فورية. يعني فوريا نحن أول ما بنوسع هاي الآفة فورا المريضة ما عاد تشتكي من وقتها لهلا، ما عاد تشتكي من أي آفة، أي أعراض عصبية، لا نوبات ثقل لسان، لا تشوش بالرؤية، لا دوخة. الأعراض العصبية اختفت تماما. تمام. واعراض نقص التفويض اللي بالايد كمان فورا اختفت، يعني رجع الضغط طبيعي بالطرفين فورا. اول ما وسعنا الشريان رجع الجريان طبيعي. الحمد لله، يعني بيصير رب العالمين رجعت الامور طبيعيه. المريضه من يومين ولا رجعت لنا مراجعه، امورها كثير كويسه، غابت عنا الاعراض العصبيه على الاخير، والام نقص الترويه الاقفاريه بالايد كلها غابت. نعم دكتور، إذا ما تم تدارك هذه الحالة من قبل الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض، ما هي مضاعفات هذه المتلازمة في حال لم يخضع للعلاج؟ والله بهيك حالات اللي ما اخذت العلاج وما وسعنا لها هذا الشريان لا سمح الله ممكن باي لحظه تصيبها جلطه دماغيه، وممكن نسبه الوفاه تكون موجوده للاسف. والايد بتكون مهدده بالبتر لا سمح الله لانه فيها نقص ترويه شديد. هنا يكمن اهميه الكشف المبكر اذا دكتور. بالضبط كثير مهم، والعلاج ضروري جدا. دكتور، هل هذه المتلازمه شائعه ام فعلا نادره كما تقال، أو ما مدى شيوعة هذه المتلازمة؟ المتلازمة هاي نادرة كتير ونسبتها كتير قليلة. التشخيص فيها شوي صعب لأنه المريض بيكون مراجع أكثر من طبيب لحد يوصل لعنا. هاي أول شغلة. وثاني شغلة، في نسبة من المرضى بصراحة بيكون في عندنا مشكلة بهذا الشريان بدون ما يعطوا أعراض، أو بيعطي أعراض وما حدا بيكتشفها، والمريض ممكن يتوفى بدون ما حدا يكتشف عنده هاي الأعراض. يعني كتير مهم مسألة دقة الأعراض يلي المريض بيرويها للدكتور. دقة الأعراض، نربط الأعراض العصبية مع الأعراض الإقفارية بالإيد،
مم. ورقم اثنين انه المريض يتابع مع الاطباء بالاستشارات، يتابع مع الطبيب الداخليه العصبيه، الداخليه القلبيه، لما بيطلب مم. استشاره طبيه ما نهملها. مم. نكمل بهاي الشغلات لانه كلها بتكمل بعضها. نعم دكتور، سواء للأشخاص يلي عم يتعالجوا أو تم العلاج، ما المطلوب أخذه بعين الاعتبار، سواء من إجراءات بالبيت أو اتباع لنمط معين من التغذية أو الأدوية؟ شو اللي لازم ياخذوه بعين الاعتبار؟ تمام. هلا اكثر شيء بمرضى الاوعيه مرضانا بيكونوا مدخنين، أها. مدخنين بشكل اساسي، ونحن كثير عم نحارب هاي الشغله. يعني مهم. اول نصيحه واهم نصيحه انه الاقتلاع عن التدخين، لانه النيكوتين الموجود بالتدخين صراحه بيعمل حساسيه لهي الشبكات وبخليها تتخثر وتتسكر لا سمح الله. أها. رقم واحد. رقم مهم. اثنين، اغلب مرضانا بيكون معهم داء سكري، نحن مهم. بنطلب من المريض انه كثير ينضبط الداء السكري، لانه ارتفاع ارقام السكر ممكن كمان تؤدي الى انسداد بالشرايين. أها. ضبط ارقام الضغط، ممارسه الرياضه بشكل مستمر، الالتزام بالمميعات بشكل دقيق جدا، الاكثار من شرب المي، المشي. كتير مليح دكتور. بختام اللقاء إذا بتحب تضيف أي شيء أو فكرة أنا ما سألت عنها، تفضل. والله الله يعطيك العافيه، ما قصرتي، وان شاء الله بنفيد هاي العالم بهاي المعلومات، والله يعطيكم العافيه على اذاعتكم الكريمه. الله يعافيك، وكتير الشكر لك دكتور محمد شندي، اختصاصي بأمراض وجراحة الأوعية الدموية والتداخلية. كل الشكر لكم.